كسوة الكعبة ما كانتش دايما لونها اسود، كسوة الكعبة اتغيرت كتير على مر السنين. اول كسوة للكعبة كان لونها بني، وده كان لون جلد الماعز اللي كسب بيه سيدنا ابراهيم عليه السلام الكعبة. اما بعد كده في العصر الجاهلي ما كانش لكسوة الكعبة لون ثابت، لانهم كانوا بيستخدموا خامات متنوعة لكسوتها زي الجلود وخوص النخل وكمان المنسوجات اليمنية. اما بعد كده 8 هجريا بعد فتح مكة كان في سيدة بتبخر الكعبة واتحرق جزء من الكسوة، ووقتها الرسول صلى الله عليه وسلم قرر يكسو الكعبة بقماش يمني مخطط ابيض في احمر. اما في عهد الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان كانت كسوة الكعبة باللون الابيض بالقماش القباطي المصري، هو قماش كان خفيف ولونه ابيض. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان اول حد يعمل كسوة الكعبة من طبقتين. وبعد كده في سنة 64 هجريا كساها عبد الله بن الزبير بقماش اسمه الديباج الاحمر، وده كان من افخم انواع القماش وقتها، وفضل على كده لحد العصر العباسي، وخاصة لحد عهد هارون الرشيد اللي قرر يرجع كسوة الكعبة تاني بالقباطي المصري الابيض لحد سنة 200 هجريا، وقت ما قرر ملك مكة وقتها ان هو يكسو الكعبة بلونين من الحرير الابيض والاصفر. وبعدها بحوالي 6 سنين في عهد الخليفة المأمون قرر ان هو يغير الكسوة 3 مرات في السنة، فكان بيكسوها بالديباج الاحمر في يوم التروية، والقباطي المصري الابيض في اول رجب، والديباج الابيض في 27 رمضان. واستمر الحال لما هو عليه لحد سنة 456 هجريا لما تم كسوة الكعبة باللون الاصفر، وده على يد الفاطميين اللي كان نفوذهم قوي وقتها في مصر وفي الحجاز، وبيقال انهم عملوا كده بغرض التمييز واغراض سياسيه لحد 614 هجريا وقت الخليفه الناصر لدين الله العباسي اللي غير كسوه الكعبه للون الاخضر. وبعدها ب8 سنين في 622 هجريا غير كسوه الكعبه للون الاسود، وده اللون اللي فضلت عليه كسوه الكعبه لحد النهارده، لانهم شافوا ان اللون الاسود هو اكتر لون بيتحمل التغيرات المناخيه زي حراره الشمس والامطار. تفتكروا ممكن يجي يوم من الايام ويتغير لون كسوه الكعبه؟